السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة طبعا هنعمل بانيه مشوي على الجريل، وهنعمل جنب منه مكرونة بالصلصة. يلا بينا نشوف هنعمل ازاي. كده انا رشيت الجريل زيت، وعندي البانيه متبل وكان محطوط في الفريزر. طلعته طبعا لما فك، ابتديت بقى ايه احطه بقى على الجريل. طبعا اول ما تشوي تقلبي، بس تخلي النار عالية علشان البانيه ما يجيبش ميته، وبعدين تقلبي واحدة واحدة. وما تيجي تعملي كمان مرة، حاولي تمسحي الجريل بالمنديل، علشان اللي هتعمليه تاني مرة، لا تشويه تاني مرة، يبقى الجريل نضيف. ماشي. هنا انا حاطة مكرونة بتتسلق، وطبعا عاملة الصلصة بتاعتها. الصلصة طبعا بنجيب القوطة نعصرها ونصفيها، ونحط حبة زيت، وننزل بالطماطم. لما تتسبك نركنها على معلقة صلصة بوريه. وبعدين نعمل بيها المكرونة. فلفل أسمر، ملح كده، التوابل اللي انت بتحبها طبعا بتحطيها. أنا بحط للمكرونة ملح وفلفل أسمر. هنا أنا بقلب طبعا البانيه عشان ما يتلسعش مني. طبعا البانيه المشوي دوت للي عاوز يعمل طبعا دايت. بصوا الجريل كده ابتدى يتلسع. طبعا لما اشيل دول همسحه عشان احط التانيين. ماشي. هنا انا بقلب على طول، بس طبعا النار عندي عالية، فبقلب عشان ما يتلسعش مني. يا ريت ما بتدخلوا تشوفوا الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. هنا انا حاطه دلقت المكرونه بتتصفى، وحطيت حبه زيت، ونزلت بمعلقه الصلصه. وزي ما قلت بنحط للمكرونه فلفل اسمر وملح. عامله انا كميه صلصه فباخد منها. هنا المكرونه بتاعتي اتسلقت، هنزل بيها على الصلصه على طول وهقلب. كده هنا بقى في الحته دي بتوطي البوتاجاز عشان المكرونه ما تتلسعش منك. العين التانية اللي انتوا شايفينها كده طالعه في الكاميرا فيها حته فرخه بتتسلق. طبعا هنا المكرونه كانت طالعه حمرا جدا، بس طبعا الكاميرا بتاعت الفيديو مش يعني مش جايبه الحقيقه. بصراحه الصلصه كانت طالعه حلوه قوي. وده الغدا كان النهارده مكرونه شويه، طبق سلطه. طبعا انا عامله سلطه خيار وطماطم بس عشان في حد هياكل منهم مش بيحب الخضره. بس شايفين البانيه طالع جميل ازاي؟ ايه رايكم؟ ما تنسونيش طبعا في اللايك والشير، واسيبكم بقى